بعد ما أحمس كبر وبقى جاهز، قرر يبدأ أول خطوة في أكبر معركة لتحرير مصر. جمع الجيش من كل ناحية، رجع الروح للجنود اللي كانوا فاقدين الأمل، وبدأ يتحرك ناحية معقل الهكسوس. أول صدمة حصلت لما واجههم. الهكسوس كان عندهم عربات حربية أسرع وأقوى، وكانوا فاكرين إن المصريين مش هيقدروا يقفوا قدامهم. لكن أحمس لعبها صح، غير أسلوب القتال واستخدم الأرض لصالحه، وفاجئهم بضربة قلبت الموازين لأول مرة من سنين. الهكسوس اتراجع، والناس في مصر بدأت تقول أو الأمل راجع، أو في حد بيحارب علشاننا. لكن المعركة الحقيقية لسه ما بدأتش، والحرب الكبيرة لسه قدام. ايه اللي حصل بعد أول انتصار؟ وازاي أحمس قرر يطردهم برا مصر كلها؟ ده اللي هقوله في الجزء الأخير، استنوه.